صباح الخير البنات، واش راكم؟ نتمنى راكم لاباس، نتمنى راكم بالف صحه وعافيه. البنات اللي كانوا معايا لايف في الفيسبوك البارح راهم شافوا قصه تاع شعري كيف كانت شابه ولكن رقدت ونط، راهي خسرت شويه بصح معليش. اليوم عندي حفله تاع ميلاد وراكم رايحين تروحوا تكونوا معايا وراكم رايحين تشوفوني كيفاش نتجهز للحفله تاع الميلاد. اللي قصد لي شعري جوانا الحلاقه، افضل حلاقه هنايا في دارنا صراحه، كامل يحبوها وصراحه ما تلقايش عندها رونديفو. عرضتني الحفله تاع ميلادها اليوم، راني البارح شريت لها هديتين واليوم راني راح نتجهز معكم باش نروحوا لحفله تاع الميلاد. راهي راح تروح معايا زنزونه، يريد مش راح تروح معايا لانه يريد، راني عرفت وين نخليها مع صاحبتها تاليا، ولكن زنزونه ما عرفتش وين نخليها، وراني وعدتكم بلي ما نزيدش نخليها عند راكم عارفين شكون، لانه صراحه غلات عليا بزاف. راني راح نديها معايا ومانيش راح نقعد 4 سوايع 5 سوايع، راني نروح يا ربي ماكسيموم ساعه نعطي لها الكادو تاعها ونرجعوا لدارنا. يلا اول حاجه اللي راح نديرها ندخل ندوش. هنا قبل يوم جبت يريد باش تقصص شعرها. شوفوا شعرها كيفاش بزاف هايل، كيفاش بزاف شعر رقيقة وبزاف يتقبل لها، يعني احيانا نتعذب باش نمشطه، قررت نقصص فقط الاطراف. حتى انا شوفوا شعري كيفاش راه كامل طوال، ولكن عندي هذوك الاطراف اللي حسيت شويه وقفوا للنمو تاعه، قررت يعني نحطه كاع على مستوى واحد هكا باش يبان طويل. وابدا لوليبوب اندوك. هي شعرها اصفر كمان، عم يصير اصفر على الشمس. ايه يلا برضه فات كنسي ديس صو ناجلر، كنسي ناجلر. واو هذا الشوب بدل. يا ريت تكون قدامي ناجح. عشان Uau! Tá fint! عدنا اوكي البنات، هذا هو اللوك اللي اختاريته للحفله تاع عيد ميلاد اليوم. نهبط لكم شويه الكاميرا باش تشوفوا واش راني لابسه. هذه لاغوب شريتها من شي ان، انا دائما نقولها شاي. وهذه الصنداله بيضاء شريتها من مانجو، هذه عندي شريتها في وقت الشتاء، كان عليها تخفيضات، اما دروك رجع السعر تاعها الاصلي كامل، ولكن انا شريتها في وقت الشتاء لانه هذه خرجت العام اللي فات ونقصوا لها في الشتاء وكي يجي الصيف يغلوهم. راني ندايه معايا ساكيتا ايف سان لوران، هذه اوريجينال البنات ماهوش كوبي، وعلى بالكم بلي السعر تاعو شحال يدير، وراني وريت لكم اوراقه وقت اللي داوهني في تركيا. اوكي البنات نروحوا نحضروا الحفله تاع عيد ميلاد، نصور لكم شويه لقطات ونرجعوا مع بعضنا. حبيت نقرب لكم باش تشوفوا اللوك تاع الميك اب، درت اللوك بزاف سامبل، والناس على بالها بلي راني، البنات على بالها بلي راني استغنيت كامل على الفوندوتا، لانه هذيك الفوندوتا تخسر غير البشره. شوفوا اللوك بزاف سامبل، لوك بزاف هايل، شويه تاع اي شادو في المارو، شويه ليبستيك، ودرت ايلاينر وغسيل، ولكن هنايا طللت معليش، وهذا مكان يعني كونوا شويه كل ما تكوني سامبل تكوني انيقه. ودرت هذا المنقوش اللي مخدوم باللؤلؤ، هو تاع فضه ولكن شريته شويه غالي، تاع بابيون بزاف هايل. شوفوا البنات راني جاهزه. بنات كما راكم تشوفوا هذه الجهه مخصصه فقط باش تحطي الهدايا، وهذا الكتاب تكتبي فيه ذكريات يعني كلمات تهديها للعروس،
وهذا مثل تاع الباربي ندخلوا نصوروا فيه، عجبني بزاف. هذه الجهه كانت مخصصه فقط بالمملحات وعجبتني بزاف صراحه، ما كليتش ما نكذب. Det här är vegetarisk med Du har liksom rullat ihop till... de ska egentligen vara orangea men det är Barbie som Barbie, exakt. Det... Som gjorde att det blev rosa. Det här är... Nej. Schmanda. Schmanda, det här är röd. للاسف هذا الفيديو ما حبش كامل يخلص، عندي اسبوع وانا كل مره كل يوم نصور لقطه، يعني نقدر نقول هذا اطول فيديو في قناتي راني نصور فيه يوميا. اليوم راح يكون اخر جزء ان شاء الله بربي في هذا البلوك تاع نهار اليوم. انا وزنزونه رانا رايحين ندفعوا في البريد. نهار اليوم راني راح ندفع نرسل المشوك الخويا يعقوب موجود في مالمو، ماهوش خويا من نفس الاب ومن نفس الام، ولكن خويا هو الانسان اللي عندي بزاف عشره مليحه معاه هنا في السويد، هو الانسان الجزائري الوحيد يعني اللي مأمن عليه على بزاف صوالح في حياتي. طلبني على المشوك راني رسلت له وراني فرحانه. كنت متمنيه هذا الصيف نروح نزوره ولا يطلع عندي زورني ويشوف زنزونه ويشوف البنات، لكن ما كتبش راه مشغول بزاف مع الخدمه. من بعد كينا عندي راني رايحه ندفع الكتوبه تاع يريد لانه راه خلاص الوقت تاعهم. يريد راني مسجلتها في مكتبه تاع المدينه، وكل مره تجيب كتوبه وتقراها من قبل ما ترقد، ولا هي تحب تقرا كيما انايا. ومن بعد كينا عندي رايحه لمقر الشرطه باش نتعرف على واحد الانسان تهجم عليا في داري. الناس اللي راهي تتبع في لي لايف على بالهم مش كاين. هذا الانسان تهجم عليا وخلى لي ورقه عند باب داري وكاينه تسجيلات تحت تهديد باش ياذيني وياذي بناتي. وراني راح ندير لكم فلوق اخر نحكي فيه على هذا الامر، ونطلب ان شاء الله بربي من الشرطه تعطيني صورته، واذا نقدر نحطها على السوشيال ميديا ونطلب ان شاء الله بربي الشرطه تقدر تعطيني صورته باش نشاركها على السوشيال ميديا، ونحذر من الناس الجزائريين ولا اي عربي ساكن هنا بلي هذا الانسان راه خاطئ هنا في المجتمع. اوكي يلا نبداو ونكملوا هذا الفلوق تاع نهار اليوم. واخيرا رجعت للدار البنات. شوفوا نشرت القش، ما صورت لكمش بزاف لانه كنت معكم لايف، ورحت نبعث هذاك الكاطو في البريد اللي كانوا معايا لايف عرفوا واش صرا. ما حبشت التعليقات هذاك الكاطو ما يقعدش عندنا في المركز تاع البريد اسبوع كانه مركز البريد تاع بابا. بعد ما كملت كامل اغراضي وبعد ما كملت كلش لنهار اليوم، شوفوا راني رحت جبت هذه سبورت برا لانه صراحه انا نلبس العاديين واحيانا نحسهم باللي يضروني هنايا ولا نحس بخنقه. جبت هذو اللي جو شويه اعراض من تحت يعني تقدري تتنفسي فيهم، ما على باليش، ويمكن انا كل ما نكبر كل مره يجيني حساسيه. جبت حساسيه من الحساسيه من السوتيان، امر غريب. المهم ما نقدرش نتنفس. اوكي جبت هذه من الستاديوم، راهم يبيعوا فيها غير 150 كرون، ولكن السعر تاعها الحقيقي ديال 300، يعني راهم يبيعوا فيها في نص السومه. والبارح كي كنت نتسوق انا وزنزونه شريت لها ماكياج، شريت لها نغوجه، شريت لها بزاف صوالح. رحت جبت هذه باش نسهر عليها، ولكن للاسف البارح ما سهرتش عليها. رحت جبت بروسه تاع شعر مدام، خاطري كان بزاف في بروسه تاع شعر ستيل الجيريان بزاف باش نحطها في ساكي، لانه احيانا نحب نلم شعري ليه وما تكونش معايا بروسه في اللوطو ولا ما تكونش معايا بروسه في ساكي، دائما شعري مشطط. زدت هذا الملح من البحر الميت من الاردن. شوفوا البنات كيفاش يجي، وقال لك ينحي لك كامل هذيك القشره الميته اللي عندها شويه، عندها كاين واحد الجلده دير في الرجل تجي بزاف عاصيه، هذا راح يقضي عليها. وجبت معاهم حتى هذه الاسفنجه خاصه باش تحكي بها هكا رجليك، تنحي لك كامل هذوك القشور اللي موجوده في رجلك. الحمد لله انا رجليا ما فيهمش قشور، راكم شايفينهم لي لايف وراكم شايفينهم دائما، ولكن انا عندي المشطه، انا عندي رجل نحسها عريضه على رجل في اخر. قاعد نشرح لكم باش تفهموني. شوفوا البنات مثلا في هذه الجهه هنايا
نحس باللي كاينه لحمه بزاف خشينه وبزاف تضرني كي نلبس اي صباط. شوفوا كيفاش هذه يعني لحمه لاصقه في الرجل، ما عندي ما ندير هذيك المشطه، ولكن مؤخرا بدات تضرني بزاف، وانا الحمد لله رجليا ما عنديش كامل فيهم القشره، وهنايا البنات ما عنديش مانيش كامل نعاني منها، فقط من جهه الرجل الثانيه نعاني فقط منها من جهه الرجل اليمنى، وتعبتني بزاف وقلت لازم نلقى لها حل. اوكي البنات، نتمنى هنا يوقف الفيديو باش نحطه، وان شاء الله بربي تكون هذه هي نهايه الفيديو. مانيش حابه نزيد نصور تعبت البنات، وانا راح نصور فيديوهات نظاميه يوم واحد ونكملهم. اوكي، نتلاقاو بفلوق جديد.